السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نهضر وغادي نفصل لكم مزيان في ذاك الموضوع ديال 500 درهم اللي غيشدوها الاطفال الايتام ولا الاطفال اليتامى والنزلاء ديال مؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه. شكون اللي غادي يستافد منها، كيفاش غادي يستافدوا منها، شكون هما الشروط، امتى غادي يشدوا هاد الاطفال، شكون اللي من حقه. اذا هادشي كامل غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا هاد المعلومات هادو. اذا كما كتعرفوا فمجلس الحكومه فداز نهار الثلاث برئاسه رئيس الحكومه وصدق على واحد المرسوم مهم كيهم فئه حساسه من المجتمع المغربي، وهم الاطفال اليتامى والاطفال المهملين اللي كيسكنوا في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. يعني الاطفال اليتامى والاطفال اللي كيسكنوا في المؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه. هذا المرسوم هذا راه كيدخل في اطار النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر. كما كتعرفوا داك الدعم اللي فيه المنحه شهريه، منحه جزافيه، المنحه ديال الاطفال ذوي اعاقه، الاطفال يتامى الاب، يعني اللي ميت لهم الاب ديالهم. فحتى هاد الاطفال هادو، هاد اليتامى هادو، هاد الاطفال اللي كيسكنوا في مؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه حتى هما تزادوا عليهم وغادي يولوا حتى هما يستافدوا بحالهم بحال باقي الاطفال اللي كيستافدوا من الدعم الاخر، باش تكون واحد المساواه وتكون واحد العداله اجتماعيه. شنو هو هذا الدعم؟ هذا الدعم هو غادي تعطيه، هذا الدعم هو عباره عن واحد الاعانه شهريه القدر ديالها ولا المبلغ ديالها هو 500 درهم، غادي تعطى لكل طفل يتيم او نزيل في مؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه. يعني اي طفل يتيم ولا نزيل في المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه فغادي يستافد من هاد 500 درهم. هاد 500 درهم غادي يستافد معها كل شهر، كل شهر غادي يشد 500 درهم. ولكن كيفاش غيشدها؟ ماشي احنا كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا فين كتمشي هاد الفلوس. هاد الفلوس هادو ما كتعطاش مباشره، يعني ماشي كيشدها مباشره ولا كيمشي تخلصها مباشره ولا كيجي شي حد كيعطيها ليه في يديه مباشره، لا، لانه باقي طفل. فهي كتحط في واحد الحساب ديالو خاص، كيتفتح ليه واحد الحساب بالاسم ديالو. اذا هذا الطفل هذا كيتحسب واحد الحساب، تفتح واحد الحساب بالاسم ديالو في الصندوق ديال الايداع والتدبير باسم هذا الطفل هذا. وهذا الحساب هذا كيتسير حسب القوانين اللي كتنظم الاموال ديال القاصرين، يعني تحت القانون، يعني ما يمشي ليه ما والو، يعني يكون تحت التسيير ديال القانون اللي كينظم الاموال ديال القاصرين. يعني كاينه واحد الضمانه باش ما يضيعوش هاد الفلوس هادو. اذا كما قلنا هاد 500 درهم هذا كتمشي لواحد الحساب ديال هذا الطفل هذا اللي كيتفتح في الصندوق ديال الايداع والتدبير. اذا هنايا فين كيتفتح وكيدوزوا ليه دوك الفلوس، كيبقاو تيفيرساو ليه كل شهر، كل شهر كيدوزوا. امتى غادي يستافد طفل من الفلوس ديالو؟ هاد الفلوس اللي كدوز ليه الحساب ديالو في سميتو في الايداع والتدبير، في الصندوق ديال الايداع والتدبير. اذا امتى غادي يستافد منها؟ منين يوصل طفل لسن الرشد القانوني. شنو هو سن الرشد القانوني؟ هو 18 سنه. منين يوصل 18 عام يقدر يسحب هذوك الفلوس، يقدر يسحب داك المبلغ كامل اللي تجمع ليه. اذا حتى يوصل 18 عام عادي يمكن ليه يسحب هذوك الفلوس اللي تجمعوا ليه، ولكن خاصهم يكونوا فايتين 10000 درهم، يعني يكون خاصو فايتين مليون سنتيم. الا كان قل من مليون سنتيم فما غاديش يسحبهم، كانت فوق منه غادي يسحبهم. وحتى الا خرج الطفل من المؤسسه قبل 18 عام، يعني الا خرج قبل من 18 عام فكيتخبر هو ولا النائب الشرعي ديالو بجميع المعلومات ديال هذه الحسابات. اذا الا خرج من ديك المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه فكيخبروه هو ولا النائب الشرعي ديالو، كيقول له دير عندك واحد الحساب، ها المعلومات ديالو هذا ملي توصل 18 عام تمشي خذوه. اذا شحال ممكن يتجمع؟ الا خدا الطفل هذه الاعانه مثلا مده ديال 15 عام، مثلا كانت عنده مثلا 3 سنين فاش بدا تدوز ليه هاد الفلوس هادو، تجمع ليه واحد المبلغ ديال في 15 عام مثلا، فغادي تجمع ليه واحد المبلغ اللي كيفوت 100,000 درهم، يعني هي 10 مليون سنتيم. يعني 15 عام ديال الجميع ديال هاد 500 درهم هادي فكتعطيه تقريبا 10 مليون سنتيم اللي غادي يلقى في الاخر ملي غادي يوصل سن الرشد. وهذا الشيء هذا راه غادي يعاونو بزاف في حياته. ملي كتعرفوا طفل يتيم ولا طفل كان نزيل ديال شي دار رعايه ولا شي حاجه، فتخيلوا ملي طفل عنده 18 عام ويلقى 10 مليون كتسناه، فراه مزيانه تقدر تعاونوا في القرايه ديالو، يمشي يكمل القرايه على برا، يتسجل في شي مدرسه مزيانه بالفلوس، يقدر مثلا يدير شي مشروع صغير ديالو، يقدر يدير شي تكوين في شي مهنه. اذا عنده ما يدار، كاين ما يدار بزاف بديك 10 ديال المليون. هذا الدعم هذا راه كتشرف، ولا هذه الاعانه راه كتشرف عليها الوكاله الوطنيه للدعم، بحال داك الدعم الاجتماعي المباشر اللي كيتعطى للاسر في المغرب اللي المؤشر ديالو مقل من 9.74 حتى هو
راه كتشرف عليه المؤسسه ولا الوكاله الوطنيه للدعم الاجتماعي. فحتى هذا الدعم هذا ديال اليتامى والنزلاء ديال المؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه حتى هو كتسهر عليه الوكاله الوطنيه للدعم الاجتماعي. وكيكون داكشي ماشي بوحدها، تيكون التنسيق ديال وزاره الداخليه، تنسيق مع وزاره ديال الاقتصاد والماليه، والتنسيق كذلك مع وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره. اذا كاينين 3 الوزارات زايد عليهم هذه الوكاله الوطنيه للدعم هما اللي كيتكلفوا به. وزادت الوكاله منصه رقميه، راه غادي دير واحد الوكاله، دير الوكاله واحد المنصه رقميه يعني كيتقدموا فيه الطلبات والتظلمات الا كان شي مشكل فين تسجلوا. كما كاينه ديك المنصه ديال صحاب الدعم الاجتماعي المباشر، حتى هادو غادي دير واحد المنصه رقميه ديالهم. وكيكونوا دوك المدراء ديال مؤسسات الرعايه الاجتماعيه عندهم الحق باش يسجلوا هذوك الاطفال اللي عندهم ويديروا تتبع حتى الملفات. اللي مهم واش يمكن مثلا نجمع هذا الدعم هذا مع دعم اخر؟ لا الا كان كما كنعرفوا هذا القانون ديال الدعم الاجتماعي المباشر فكتستافد من حاجه واحده. مثلا هذه الاعانه ما يمكنلكش تجمعها مع المنحه الشهريه ديال الحمايه من مخاطر الطفوله. يعني مثلا ديك المنحه الشهريه، ديك المنحه الشهريه اللي كتعطى للاسر، ما يمكنش اليتيم مثلا يجمع هذه وهذه، لا كيشد غير هذيك الاولانيه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، منحه شهريه ديال الحمايه من مخاطر الطفوله. ولا مثلا الى الدعم التكميلي ديال الاطفال اليتامى، يعني هذاك ديال الاطفال اليتامى حتى هو الا كان كياخذوا رب الاسره راه حتى هي ما عندوش الحق هذا الطفل اليتيم يستافد من هذا الدعم ديال اليتامى ديال 500 درهم اللي كيتجمع عليه في الحساب ديالو في الصندوق ديال الايداع والتدبير. اذا ما يمكنلكش تجمع ما بين جوج اعانات. اذا هذه هي اللي مهمه بزاف الناس غادي يسولوا عليها. اللي عنده الدعم داك الدعم الاجتماعي المباشر ولا الدعم الاخر ديال اليتامى، اليتامى الاب يعني اللي متوفي لهم الاب ديالهم، فما عندهمش الحق في هذا الدعم هذا. اذا هذا القرار هذا راه كيبان خطوه ايجابيه ومهمه، حيت كيعطي لهاد الاطفال واحد الفرصه باش يبداو المستقبل ديالهم. ملي وصلوا 18 عام كيلقاو واحد راس المال عندهم اللي يقدر يعاونهم في قرايتهم، في التكوين ديالهم، في بناء مشروع ديالهم. وهذا الشيء هذا كيخلي الدوله ترافقهم حتى يوصلوا لسن الرشد. يعني هادشي كامل تتكون الدوله مواكبه حتى يوصلوا لسن الرشد ديالهم، السن القانوني اللي هو 18 عام، وكيلقاو كما قلت لكم داك الرصيد اللي غادي يعاونهم باش يبداو حياتهم بكرامه. اذا هذا الدعم هذا كما قلت لكم راه فيه 500 درهم كدوز للحساب ديالو في الصندوق ديال الايداع والتدبير، ما كيشدهاش فلوس. وكتجمع عليه حتى تيوصل ل 18 عام اللي هو السن القانوني ولا سن الرشد القانوني، وديك الساعه يمكن ليه يصرفهم. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الموضوع هذا. تنتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله وحيت الغموض اللي عند الناس. اللي عنده شي سؤال، شي اضافه، شي تعليق يخليه ليا لتحت. ما تنساوش لي جيم، البارطاج، تابوناو في هذا الحساب هذا. بزاف ديال الناس كيشوفوا الفيديوهات ولكن ما كيتابوناوش. اللي شاف الفيديو يدير جيم ويتابونا، راه ما غادي تخسر والو، لان كنهضر في مواضيع بزاف ضروري تقدر تستافد. ولا بدا غادي تلاقى مع شي موضوع اللي كيهمك وغادي يفيدك. اذا هادشي اللي كاين. شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش لي جيم، البارطاج، تابونا، والله يعاون الجميع ان شاء الله.